قرارات هامة وتفاصيل مثيرة في قضية الطفلة لين اللي توفت إلى رحمة الله بعد عيد الأضحى في دولة لبنان، وكان المتهم الرئيسي في الواقعة هو الخال والأم والجدة. لو عايز تعرف التفاصيل تابع معايا. خلال الفترة اللي فاتت وجه قاضي التحقيق في دولة لبنان اتهامات تصل عقوبتها للإعدام لثلاث متهمين في قضية الطفلة لين. المتهمين هم الخال والأم والجدة. الطفلة لين عمرها 6 سنوات فقط لا غير. قرر خال الطفلة لين استدراجها لحمام المنزل، وبدأ ان هو يحط لاصق طبي على بقها علشان ما تصرخش، وبدأ في اغتصابها داخل الحمام. البنت حاولت تدافع عن نفسها في ان هي بتخربشه مرة واتنين، لكن الخال رفض الاستجابة ليها ولبكاها وكمل في اللي هو بيعمله. أعضاء البنت التناسلية ما استحملتش عملية هتك العرض أو الجماع وبدأت إنها تنزف. الخال كمل في اللي هو بيعمله، ولكن البنت بعد الواقعة دي فضلت 5 أيام لا تاكل ولا تشرب ولا عارفة تخش الحمام بسبب اللي حصل معاها داخل الحمام من خالها. الأم والجدة قرروا إن هم يخفوا معالم جريمتهم، وبدأوا في إن هم يحطوا مرطبات على الكدمات اللي مصابة بيها البنت، ويحطوها كمان في مية وملح علشان خاطر النزيف يتوقف. لكن البنت ما كانش النزيف بيتوقف ودوها للمستشفى. الدكتور طلب منهم ان هي تتحجز، لكن الام والجده رفضوا فكره الحجز خايفين من الفضيحه. الدكتور قال لهم ان البنت حالتها صعبه جدا وممكن تموت لو مشيتوا بيها من المستشفى. لكن الام والجده رفضوا كلام الدكتور وقرروا ان هم يمشوا من المستشفى. وهم راجعين على المنزل توفت البنت الى رحمه الله. وقتها بدات الاجهزه اللبنانيه في تحقيق الواقعه، وتم القاء القبض على الخال، وتم توجيه تهم تصل عقوبتها للاعدام للجده والخال والام. عايزين نقول لحضراتكم لو انتم مش عارفين تحبوا ابنائكم او مش هتعرفوا انكم انتم تحافظوا عليهم، حاولوا انكم انتم ما تخلفوش من الاساس. وشكرا.